استقرار في أسعار الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، ليصل الدولار في البنك المركزي المصري 48 جنيه و24 قرش للشراء. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بكل متابعين القناة. النهاردة الثلاثاء 19 أغسطس 2025. سعر الدولار قدام الجنيه المصري استقر في معظم البنوك، مفيش تغيرات كبيرة في الأسعار. سجل الدولار في البنك المركزي المصري حوالي 48 جنيه و24 قرش للشراء، 48 جنيه و38 قرش للبيع. وفي البنك الأهلي المصري وبنك مصر السعر كان 48 جنيه و30 قرش للشراء، 48 جنيه و40 قرش للبيع، ونفس الأرقام تقريبا في البنك التجاري الدولي CIB. أما في بنك الإسكندرية فجاء السعر 48 جنيه و30 قرش للشراء و48 جنيه و40 قرش للبيع. وبنك القاهرة كان السعر عند 48 جنيه و27 قرش للشراء، 48 جنيه و37 قرش للبيع. يعني بشكل عام الأسعار مستقرة، مفيش أي تغيرات كبيرة لحد دلوقتي. دي كانت أحدث الأسعار الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في البنوك النهاردة. لو حابب تتابع الأسعار أول بأول ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد. سلام.